سلام عليكم. السلام عليكم. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دينا عملت لنا يا جماعة شوية شاي. أنا قاعدة في ناس كتير يا جماعة فاكرة إن دينا معايا الحتة السكسية دي. دينا بصوا بتقلب زي محمد رمضان في فيلم جعفر. جعفر العمدة ده. دينا بنتي دي ما تقلبليش الشاي، ما بحبوش يتقلب. انت حطيتي لي سكر؟ لا. طيب ماشي. دينا بنتي، دينا مرات ابني، دينا اصغر بناتي. انا معايا بنتين ما شاء الله عليهم، وهي التالتة ما شاء الله، ربنا يخليهم التلاتة. ومعايا ابني ربنا يكرمه يا رب ويكفيه شر المستخبي. فهي كان ما رضيتش اعمل الاول، ما حبيت اعمل القناه، ما حبيتش اعمل اقول ايه، انا ومرات ابني، انا وحماتي. لا ما حبيتش او الحما ومرات ابنها. لا ما حبيتش حته الحما دي ولا لا ما حبيتش خالص. حبيت حته الحما دي. انا حما شديده جدا، خلي بالكم. يعني حما جبارة. أنا عليهم يا رب. لا اللي يسمع ضحكتي دلوقتي وكلامي مع دينا خلي بالك يقولك لا دي مش حما. ليه اقول لكم الحما؟ انت ممكن تتخانقي مع بنتك برضو وبزعل. ايوه ممكن ازعل مع بنتي، اشد مع بنتي برضو. دينا كده ممكن اشد معاها شويه، ازعل شويه، وبعدين انا قماصه. دينا هتتكلم عن انا اتكلمش، مش هتكلم عن نفسي. دينا هتتكلم عن حماتها. مش عايزه اقول لكم بقى على القمص يا جماعه. علمتي حتى العيال وهي شاربين القمص. قاعده اقول لي عيال طلع قماصه لمين؟ تقول لي لستهم. بس انا قماصه فعلا. انت ما تتوصيش. ما شاء الله عليكي تاخد الدكتوراه على اقل حاجه كده تتقمصي. معلش انا بحب اتكلم بصراحه، معلش زودي فرصتي. عماله اقول لك الفيديو ده. ايوه هي بتقول لي بلاش. فدلوقتي بتقول ادوني ايه؟ ادوني فرصتي. احنا قاعدين دلوقتي قلنا نعمل شويه شاي بقى ونقعد نتكلم انا ودينا. فبتقول لي يا ماما بقى اديني ايه فرصتي. قلت لها ده الناس فاكره ايه ان انت بنتي، لان انا مش كاتبه العنوان ولا انا ومرات ابني انا وحماتي، لا كاتبه يوميات وفاء ودينا. بس بعيد عن ان هي يعني بتزعل على حاجات صغيره، بس هي طيبه يعني الحمد لله الصراحه، وبتخاف ربنا. دايما امي تقعد تقول كده، اللي يخاف ربنا ده ما تخافيش منه. انا والله العظيم اول ما شفت دينا اما كنتش رايحه لدينا. خلوا بالكم يا جماعه ده حاجات كتير قوي. ما كانتش دينا العروسه، ده كانت عروسه تانية. بس انا لما شفت دينا انا وابني خلاص. فكنت اقول لها كده الحمد لله ان حماتك بتخاف ربنا. اللي يخاف ربنا ده ما تخافيش منه. فانا الحمد لله بخاف من ربنا قوي. خلي بالكم والله العظيم بخاف جامد قوي. فعشان كده انا خاف من ربنا الحمد لله. فاقول لها ما تخافيش. يعني اول ما اتجوزت طبعا احنا بالنسبه لها جداد عليها خالص. فكنت اقول لها اللي يخاف ربنا ده، اللي ما يخافش ربنا ده اللي انت تخافي منه. فانا الحمد لله سيبكم ان انا قماصه، ان انا بزعل. طب بس بعد اذنك ان انا ليه جايبه كوبايتك ومش جايبه كوبايتي؟ ان انا عصبيه. لا يعني احنا ساعات اشمعنى جايبه كوبايتي؟ ان انا عصبيه، بس انا مش عصبيه. انت ده العصبيه. وبعدين دينا تقعد تقول لي العصبيه، بتقول لي يا سيدي يا اخي. مثلا هي تنشر، بعد ما تنشر ممكن تلاقيني انا واقفه في البلكونه على الغسيل. تقول لي بقى هو انت لازم ايه يا دينا؟ لازم تحطي التاتش. لازم يا ماما لازم تحطي التاتش. بقى نشر جميل. تيجي انت بقى تقعدي بقى تنقلي، تحطي ده مكان ده، وترفعي المشابك وتبص المشابك. المشبك مش محطوط في الحته خالص، حاطاه كده على الهوا. كيف ايوه عشان ما يعلمش في الهدوم.
والله. لا انا بحط المشبك كده لا عادي. المشبك حطيتيه خلاص، الحرف بتاعه بيصدي على الهدوم. طب وليه؟ طب ما ترفعي المشبك كده بس يا دوب يبقى ماسك الهدوم. ده انت ما بتخلوش ماسك الهدوم، ده انت بتخليه ماشي، ما هو انضف بقى، ما يعلمش خالص. ده انت يعني انت ما بتفتحوش عشان تشيليه من على الهدوم، ده انت بتشديه كده خلاص طلع عشان مش ماسك في ايوه حاجه. بس تحتيه بقى يبقى نضيف. لا دينا بتغرز المشبك في ايوه عشان الحته في ما تقعش. الهدوم. انا الحق البلكونه جري بصراحه، ارفع بقى. ولا يوم الابيض ده كوم يا ابويا على الابيض وسنينه. تفضل بقى تخش فاضله راحه جايه لحد ما الغسيل اول ما ينشف قوم شايلاه من على الحبل. ما تسيبيه لحد بكره. تقول لك لا ما بسيبوش على الحبل عشان ما يتوسخش. ايوه والعصافير الحمام هيبهدلوه فعلا. ايوه ولا كنت ببيته باليوم واليوم، وناس بلاقيها سايباه باليومين. ايوه عادي لو مش فاضيين. لا حتى لو مش تفضلي فاضيين. رايحه جايه لحد أيوة. ما الغسيل ينشف عشان تشيليه. فالحما ومرات ابنها دي حاجه جامده جدا، خلوا بالكم. فانا ما بحبش حته انا وحماتي، انا ومرات ابني، لا. لا صريحه، انت صريحه. والله. اللي قلت له انت عوض في عينك. يعني مش ممكن تجمل مثلا حاجه لو مفيش حاجه عاجباها؟ لا يعني ممكن لا، تكوني معرفش. جايبه هدوم العيد وطالعه مبسوطه بيها تقولك ايه ده، ايه القرف ده، مش حلوه، لا، مش حاجاتك دي. ما اعرفش. اه ما اعرفش ان انا ايوه. يا لا. فوق. لو قالت لك حلو تبقى هي حلوه. وبناتي وولادي عارفين كده بصراحه. لا يعني عندك نسمة عشان تنزل تشتري تجيب حاجة بتبقى عارفة. استنى ما اخد رأي ماما، لو كده مش هتعجبها يبقى خلاص. ليه انا اقول لهم انا شايفة الحاجة عليكم اكتر منكم. يعني الحاجة زي ما انت كنت مثلا شفنا حاجات للعيد ليكي وقلت لك ده وحشة، لا مش عجباني، مش ليكي مش لسنك. برضه السنه اللي فاتت لما كنت جايبه العبايه اللي طالعه جديد دي ما عجبتكيش. لا قالت لي الحاجات دي لا كده على طول اه صد رد في وشك، مش حلوه، مش بتاعتك. ايوه على طول كده. ايوه مش ليكي. مش يعني تقول لك ايه مثلا في حاجه تبقاش عجباني انا مثلا وحد ورانا اقول له حلوه لا مش وحشه. لا ما اعرفش. لا ما اعرفش. لا هي تديكي في وشك كده تقول لك لا مش حلوه على طول. ما اعرفش. مفيش. احنا هنعمل حلقات تانية كتير بصراحة عن الحما ومرات ابنها. وكان في الفترة اللي عدت دي كان التلفزيون كان عامل ضجة جامدة جدا على حتة ازاي ان انا ادي لحماتي مفتاح الشقة. لو انتوا فاكرين يا جماعة كان الكل بيتكلم على الحتة دي. ايه ازاي ان حماتي تاخد مفتاح شقتي. ايوه في ناس ما بترضاش. هتقولي بقى اروح انا بقى عند امي وتخش بقى تقعد تالف في الشقه وتشوف. طب ما دي شقة ابنها في الاول. بس في ناس بتخش تالف بس في فعلا ايوه يا جماعه بالامانه في ناس بتخش تعمل كده فعلا. والله العظيم لحد لما الزباله كانوا بيفتشوا فيه. لا ده ايه ده. طب والله العظيم انا ما عنديش الحته دي. مثلا دينا هي معايا بتروح عند والدتها تقعد يوم تقعد يومين يمكن المكان بتاعها. لا ماليش ان انا اخش اقلب اشوف ما اعرفش ايه. لا ما بحبش انا الحته دي خالص. مش كل الناس زي بعضيها. لا في ناس بتحب الفضول قوي تخش تدور. لا وانا مش فضوليه خالص يا جماعه والله. بحب اشتري دماغي قوي قوي قوي. يعني لو انا مع ايه حتى بين دينا وبين ابني كاني مش سامعه حاجه خالص. بتغيظني بقى. بتغيظني دي. نقعد لو هتأديني هنا عادي اكني مش سامعانا. فهنقفل معاكم دلوقتي واستنونا تاني في حاجات تانية كتير في يوميات وفاء ودينا ونوني. سامع وقت الدور خلي بالك.